هلا اليوم راح اسولف لكم على وصفة دائما استخدمها ببيتي. اعتمد هاي الوصفة لانه سهلة وبدون خمرة. يلا نسولف بالمكونات. هاي الوصفة بيها 3 كواب طحين، ملعقة طعام بيكنج باودر، نصف ملعقة ملح، يعني رشة ملح بالاحرى، ولا تنسون 4 خواشيك من الحليب، ملعقة طعام سكر. ما نحتاج هواي سكر لانه نحن راح نضيف تمر. نجي للسوائل: كوب زيت نباتي، الزيت ضروري حتى يلين العجينة. تقدرون تخففون شوية الزيت، يعني ما تخلون الكوب كامل، قللوا، بس هو أحسن شي هو الزيت حتى يلين العجينة ويخليها سن بالصينية. طريقة التحضير إنه نخلط المكونات الجافة، أجيب وعاء نحط الدقيق وكلها سوا، نضيف الدهون. طبعا المكونات أخاف ناسي شي أنا كاتبته بالوصف فاقروه قبل ما تسوون الأكلة، أوكي؟ نترك العجينة ترتاح، ونتركها ترتاح حوالي نص ساعة، بس نص ساعة مو أكثر. نبدي بالتشكيل، ناخذ قطعة صغيرة، راح نقسم العجينة نصين، قطعة راح نفردها على الصينية ونفردها ونعبيها بالحشوة اللي تحبيها، تمر، جوز، وراح نسدها بالعجينة اللخ. أهم شي تكون العجينات مستويات، وبنهاية تطبطبين بإيدك تخلين عليها شنو؟ رشة حليب بس حتى من تطلع من الفرن يكون شكلها ذهبي. نغلقها بشكل مرتب ونسويها بالفرن على حرارة 150. وألف عافية. قولوا لي هاي الوصفة راح تجربوها لا لا، ولا جربتوها حبيتوه لا لا. لا تنسوا تتابعوني لأن راح أشرح لكم هواي طرق سهلة وبسيطة للأكل. باي باي.